قبل ما الحرب تولع الأرض كانت بتتحرك، والسؤال هو لو في خطر جاي علينا هيكون من الطبيعة ولا من حرب البشر؟ واحنا مركزين على الحرب اللي فوق الأرض، محدش سأل ايه اللي بيحصل تحتها. زلازل ورا بعضها، عاصفة تضرب اسكندرية فجأة وبدون سابق إنذار ولا تحذير، ولا ده توقيت نوة ولا حتى الموسم الشتوي. هل الكوارث اللي بتحصل عشوائية؟ ولا ممكن اللي بيحصل يكون نتيجة عبث البشر؟ تجارب نووية، حرب بيولوجية، سلاح بيغير المناخ؟ هي زلازل طبيعية ولا زلازل سياسات وحكومات؟ كل شيء بيحصل حوالينا مش عشوائي، وإن كان يبدو إنه من صنع البشر كله بيحصل بإرادة الله ومراده. بس السؤال، هل إحنا وصلنا لأحاديث آخر الزمان؟ هل لنا إيد في اللي بيحصل؟ ليه في ناس حست بزلازل وناس تانية لأ؟ وإيه علاقة ده باللي حصل في اسكندرية؟ عاصفة ضربتها فجأة بدون سابق إنذار ولا تحذير ولا حتى توقع من هيئة الأرصاد. زلازل ورا بعضها وفي نفس التوقيت، وعاصفة مفاجئة في الصيف، أنوار غريبة في السماء أشبه بالأنوار اللي سبقت زلزال المغرب المدمر وطوفان درنا. في عز الحر الدنيا قلبت والسما نزلت كرة تلج. أنا ما طلعتش أتكلم غير لما سرشت كويس والصورة وضحت قدامي. وبعيد عن نظريات المؤامرة، هل احنا على مشارف حاجة أكبر؟ تسونامي كريت مثلا؟ هل صدفة إن رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون يطلع في 2021 يقول جملة غريبة جدا، يقول إن اسكندرية مهددة بالغرق عشان بعد 3 سنين المدينة تضربها عاصفة تغرقها فعلا؟ يبقى لازم نفتح الملف ده ونشوف الحقيقة. في فبراير اللي فات مجلة علمية اسمها إيرث فيوتشر نشرت دراسة غريبة قوي. الدراسة دي بتقول إيه؟ إن في علاقة ما بين تآكل سواحل اسكندرية وبين الانهيارات اللي بتحصل في البنية التحتية ليها والعمارات هناك. والسبب إيه؟ السبب لا زلازل ولا إعصار ولا حتى تسونامي. أمال بيقولك إن السبب الأساسي هو تآكل بطيء في الأساسات بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية الناتج عن تسرب مياه البحر في جوف الأرض، مما يؤدي لاختلال توازن الرواسب. طب ده بيحصل ليه؟ قالك إن ده بسبب التوسع العمراني، فأدى لارتفاع منسوب مياه البحر اللي اتسربت لجوف الأرض. طب هل اللي حصل في اسكندرية ده ليه علاقة بالدراسة؟ هيئة الأرصاد قالت لأ، وقالت إن تغيير المناخ اللي هيؤدي لذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحر، اسكندرية مش هتشوف آثار ده قبل 2050. يعني اللي حصل ده عادي، والزلازل عادي، وتوقيتها عادي، والإعصار والعاصفة برضو عادي، ولا لسه الصورة مش واضحة لينا كفاية؟ أمال إيه التفسير العلمي للي حصل في اسكندرية وعايش أهاليها أسوأ ليلة في حياتهم؟ الاسم العلمي للي حصل في اسكندرية هو امتداد منخفض جوي سطحي على البحر المتوسط مصحوب بتيارات هوائية رطبة وباردة جاية من جنوب أوروبا. يعني اللي حصل ببساطة إن تيارات الهواء الباردة اللي جاية من أوروبا قابلت رطوبة عالية على سطح بحر اسكندرية، فأدت إلى أمطار غزيرة ورياح عنيفة وسحب رعدية، وكل ده وفي وقت قصير. طب إيه اللي خلانا نقول إن ده مش عادي؟ سرعة الرياح اللي وصلت في بعض المناطق ل 80 كيلو متر في الساعة، الأمواج العنيفة اللي ضربت الكورنيش وغرقت البيوت والعمارات والكافيهات والمطاعم اللي على الكورنيش، والأدهى إن ما كانش فيه أي توقع أو تحذير. وكمان لا ده وقت نوة ولا احنا في الموسم الشتوي، ده في عز الصيف الدنيا قلبت والسما نزلت كرات تلج. ده غير كمان أنوار الغريبة والشعاع الأزرق اللي سبقت العاصفة واللي لاحظها أهل اسكندرية على البحر المتوسط قبل العاصفة. يا اسطى في حاجه غلط، يا اسطى في حاجه غلط. بص الانوار دي شغاله عماله تيجي كده في كل حته. بص مع ان ده مش برق يعني، اصل مفيش صوت رعد ولا في اي حاجه. في ايه. طب السؤال، هل ده ممكن يتكرر تاني؟ مع الأسف الإجابة ممكن يحصل تاني، لأن حسب الدراسات بيقولك إن التغيرات المناخية هتخلي المنخفضات الجوية دي أسوأ وأقوى وأخطر، والشتاء هيكون أقصر بس عنيف،
وده اللي بدأنا نلاحظه. وطبعا الأماكن المنخفضة زي كورنيش اسكندرية هي خط الدفاع الأول، وهي أول الأماكن المهددة بالغرق. وده يرجعنا لسؤال الحلقة: هل اللي حصل في اسكندرية طبيعي ولا أجندة؟ خاصة لما الناس رجعت لكلام لليلى عبد اللطيف ومايا صبحي وهم بيحذروا إن في حادث عظيم مفتعل جاي من البحر الأبيض المتوسط وهيأثر على الوطن العربي كله، غير الأنوار الغريبة والضوء الأزرق اللي الناس لاحظته فوق بحر اسكندرية قبل هبوب العاصفة. ومش أول مرة الناس تلاحظ الأنوار دي، فدايما كانت بتسبق آخر كوارث طبيعية حصلت. تقدر تراجع فيديوهات زلزال المغرب وطوفان درنا وحتى زلازل مصر. وهنا يجي الكلام عن سلاح الهارب. فتعالوا نفصص الموضوع سوا ونشوف ايه اللي بيحصل وايه اللي بيدور حوالينا. اولا، جزيرة كريت من المناطق المعروفة بنشاطها الزلزالي، بس اشمعنى دلوقتي بقت زلازلها بتسمع بالقوة دي في مصر؟ خليني قبل ما اجاوبك اوريك ايه اثار ارتداد زلازل كريت على مصر في فيديو كنا عملنا فيه ازاي بتتشكل موجات تسونامي عشان تفهم الموضوع. البحر الأبيض المتوسط وخاصة المحيطة بجزيرة كريت معرضة إن يحصل لها زلازل مدمرة كل 3 سنين. الزلازل اللي بتكون موجات تسونامي العملاق ليها شروط كل 3 سنين. الزلازل اللي بتكون موجات تسونامي العملاق ليها شروط، منها إن مركزها يكون قاع البحر، وحط لي 100 خط تحت مركزها قاع البحر. ثانيا إن قوتها تكون فوق ال6 ريختر، ما بين 6.5 كده ل7 فيما فوق، عشان تقدر تشكل موجات تسونامي اللي بتتشكل في تلت ساعة من حدوث الزلزال. يعني لا يمكن التنبؤ بموجات تسونامي قبلها بفترة كبيرة، كبرنا تلت ساعة. ليه؟ لأن 95% من موجات تسونامي بتتشكل تحت المية، وال5% اللي فاضلين هم اللي بيظهروا فوق سطح المية. فحتى الأقمار الصناعية لا يمكنها التقاط موجات تسونامي وهي بتتشكل، كل اللي بتقدر تلقطه هي حركة مياه غريبة. من الفيديو ده نفهم إن من شروط الزلازل اللي بتكون موجات تسونامي العملاق إن يكون الزلزال وقرته قاع البحر وقوته تعدي ل7.5 ريختر. ساعتها موجة تسونامي مش هتحتاج أكتر من تلت ساعة عشان تتكون وتضرب سواحلنا في اسكندرية. وفي جملة مشهورة قوي بتتقال على اسكندرية، إن اسكندرية تحتيها قنبلة موقوتة، ومش أول مرة يحصل الكلام ده. فغرقت اسكندرية قبل كده بسبب تسونامي سنة 1303 ميلاديا في واقعة سجلتها كتب التاريخ، لما حصل زلزال عنيف ضرب نفس المنطقة وارتفعت المياه وغرقت مدن ودفنت تحتها حضارات. ونيجي بقى للسؤال المهم: هل زلازل مصر الأخيرة مصنعة؟ هل ليها علاقة بسلاح حرب؟ خليني أقول لك بكل وضوح إن مصر ما دخلتش في حزام الزلازل، لكن حدودها الشمالية قريبة من أحزمة زلزالية. ما تنساش إن مصر قريبة من فالق شرق المتوسط وفالق البحر الأحمر. طب وإيه اللي خلى الناس تشك في إن الزلازل مصنعة وليها علاقة بحرب؟ أولا توقيتها وتقاربها، اصطحابها بعاصفة مفاجأة عنيفة بدون سابق انذار ولا توقع من هيئة الأرصاد، كله خلى الناس تشاور على هارب. طب إيه هو سلاح الهارب؟ أولا الهارب برنامج أمريكي بيستخدم لأبحاث في طبقات الجو العليا، بس ناس كتير بتتهمه بأنه قادر يسبب الزلازل وتغيرات في المناخ وكوارث طبيعية. بس لو أمريكا متطورة قوي كده ما قدرتش تعمل حاجة ليه في حرائق كاليفورنيا الأخيرة؟ وخلينا نيجي عند سؤال مهم أنا سألته لنفسي في الأول: ليه في ناس حست وناس ما حستش؟ أولا عشان تحس بالزلزال بيعتمد على الطبقة اللي حصل فيها الزلزال. يعني الزلزال اللي بيحصل في طبقة القشرة السطحية للأرض هنحس بيه أكتر عن اللي بيحصل في طبقات أعمق في القشرة الأرضية. فكل ما كان الزلزال قريب من سطح الأرض كل ما حسينا بيه، وكل ما الزلزال كان في طبقات عميقة من الأرض كل ما ارتداد الزلازل دي ما يسمعش ولا هنحس بيه. وكمان نوع التربة، فنوع التربة من العوامل اللي بتأثر على إحساسنا بالزلازل. فكل ما كانت التربة طينية هشة كل ما كان شعورنا بالزلزال فيها أقوى من الأماكن التانية. فإذا وافق الزلزال إنه يكون قريب من
سطح القشرة الأرضية وقوته كانت عالية، ممكن يكون زلزال مدمر حتى لو قعد جزء من الثانية، وده نفس اللي حصل سنة 92. لكن كل ما كان الزلزال في طبقات أعمق، كل ما كان ارتداده فوق سطح الأرض غير محسوس ولا ملموس، حتى لو كانت قوته عالية ومدته كبيرة. وسواء الزلازل طبيعية أو مصطنعة فالنتيجة واحدة، الأرض بتتهيأ لحاجة كبيرة، والسيناريوهات كلها مفتوحة. وأنا هنا مش بهول، في حديث صحيح عن رسولنا الكريم قال فيه: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج، القتل يعني. واحنا بدأنا نشوف كل ده بعينينا، وسواء دي النهاية أو مجرد إنذار، فالزلازل بتهز الأرض، لكن الأخطر إنها تهز اليقين. استنوني في ملف جديد وباب نفتحه سوا في باب الحقيقة مع ريهام. سلام.